خلاص هناخد الاجازه الاسبوع الجاي وهنقعد في البيت، هنعمل ايه؟ سؤال كلكم سالتوهولي. ندور على حاجه نعملها ال 15 20 يوم اللي هنقعدهم اجازه. انا بقى جبت لكم حاجات تعملوها طول ما انتوا قاعدين علشان ما تزهقوش وتزهقوا بابا وماما. البنات انا هبدا اعلمك كروشيه، ابدأي معايا انك تتعلمي وجيبي الادوات ويلا بينا. مش عاجبك وما بتحبيش شغل الكروشيه، ممل وبزهق منه وماليش طولة بال عليه، نشوف غيره، ما انا مش هسيبك. شوفي اي مركز حواليكي اتعلمي فيه شغل الجلود او ادخلي على النت واسالي، هتلاقي مواقع بالهبل. اتعلمي شغل الخرز، انك تشكلي وتعملي اشكال على الصواني وعلى المرايات وعلى الاطباق، بالمسدس الشمع، بالامير، شوفي باي طريقه تلزقي بيها وابداي اعملي اشكال وشكلي. ماليش لا في ده ولا في ده ولا في ده. اعمل ايه؟ ادخلي المطبخ لو ما بتعرفيش تطبخي، ساعدي ماما وتعلمي منها. ماما بتزعق لي وساعات خلقها بيبقى ضيق لاني ببهدل لها الدنيا. اقعدي تابعيني في حلقات المطبخ وتعلمي مني، واساليني في اي حاجه ما انتيش عارفاها وانا هرد عليكي. طب الولاد قاعدين بنعمل ايه غير ان احنا قاعدين بنتكلم مع اصحابنا على الواتساب، يا اما بنلعب على الموبايل. ممكن تنزل الشارع تصور اي حاجه بالموبايل وتتعلم تصوير. مره على مره ايدك هتظبط في التصوير، هتقدر تظبط الارقام بتاعه التصوير، اللي بيقرب اللي بيبعد اللي بيكبر اللي بيصغر، وهتبقى اتعلمت لك حاجه. هنزل اروح فين؟ انا مش قادره اتحرك من البيت. ماشي، في كورسات بتتاخد على النت في اي مجال بتحبه هتتعلمه ببلاش وبشهادات معتمده. ها يا سيدي مرضي؟ لا لسه مش حاسس، ما انا عارفاكم متعبين. انزل العب كوره وخرج طاقتك وظبط جسمك. ما انا هتعب ومش قادره اتحرك، عايزه اريح من الدراسه والدروس. اتعلم اي حاجه انك تفكها وتركبها، بس بلاش تبوظوها. ابوس ايديكم، اللي تفكوه رجعوه تاني زي ما كان. اعمل لكم ايه تاني؟ انا جبت لكم كل الحلول. شوفوا كل واحد بيحب ايه وابعتوا وقولوا لي وانا هساعدكم فيه. متفقين؟